هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس. فيها اللي يسأل عن اخوانه وكلمات الطيب على لسانه، فيها اللي يسأل عن اخوانه كلمات الطيب على لسانه، ويفرح ويساعد جيرانه ويخليهم فوق الراس فوق الراس. بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا، بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا. بس نتعمد احنا الجرحى، بس نتعمد احنا الجرحى، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه. هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس. هي الدنيا صبح وليل، انا وانت والناس وناسك. هي الدنيا صبح وليل، انا وانت وناس وناسك. نتوادع من يمشي الريل، نتوادع من يمشي الريل، ونرجع ونسولف عن لمه وما نقبل جيراني شيء. نرجع ونسولف عن لمه وما نقبل جيراني شيء. هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت بيها الناس، ليش تغيرت بيها الناس. تشتغل هاي تشتغل ذيك والله مشكلة. الحمد لله. كنت يذكرني فرات ودجلة يومي، مثل قلبي ومثل قلبه سلاج وصافيني. شمس العمر تريد ماء عطشاء، لازم نسقي هاليومين، الشجر كله عطشاء.
يلا نلحق. منه جاينا اليوم؟ شنو صحافة؟ شنو يا الله، بلك يا الله صحافة ينقلون معاناة الفلاح، ينقلون هموم الفلاحين، يسموه حتى الزرع قمنا نستورده، بس مو مال إعلام، لا قلم لا ورقة لا كاميرا اللي يصورون بيها. هسه نفتهم، بس هاي الديرة ما حد يطبها إلا صاحب نشد. يا الله هلا باليجي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا ومرحبا، يا مرحبا أهلا وسهلا. يمكن خطأنا بالعنوان حجي. حتى إذا خطأتوا واسألوا والمن رايدين، شنو نشدكم؟ هلا بيكم. رايدين أستاذ خالد. إي وصلتوا وأنا أستاذ خالد، أهلا وسهلا. معقولة أنت خالد؟ بس أنت فلاح. إي أنا فلاح، بس أنا فلاح هذا شغلي، بس قلنا. هو أنا يسموني أستاذ خالد. ايش قلنا؟ جايبتني الفلاح. ما يخالف ما يخالف فلاح. هسه نشوف ايش بيك مستعجل، خلينا نشوف. عيني أمر خدمة، أمروا أنا حاضر. هلا بيكم. عيني. وليدي كمل دراسة الإعدادية، قدم على كلية الفنون الجميلة. إي خير إن شاء الله. رفضوا؟ رفضوا الولد. نفسيته تعبت حيل، ما له واهس بأي دراسة ثانية، اعتكف على روحه، وديته للأطباء، ماكو أي فائدة لهالدرجة؟ فجيراني نعم. رجال مثقف وخش رجال، قال لي وديه على أستاذ خالد. إي هلا بيكم، وخليه يسمع الموسيقى. هلا بيه هلا بيه هلا بيه. شنو علاقة الموسيقى بالمرض؟ والله هو العلم الحديث يقولون الطب النفسي له طرق عديدة بالعلاج، من ضمن طرق العلاج هي الموسيقى، وكثير من الدول هواي من الدول استخدمت هذا الاتجاه في علاج الحالات النفسية. على العموم هلا بيكم. وبس اني وش اسمه المحروس الله يحفظه؟ سرمد. هلا بيك عمي سرمد. انت شنو هالتشاؤم هذا؟ واذا ما قبلوك بالمعهد الفنون الجميله اللي هو الاكاديميه، هاي هوايه، والهوايه لها علاقه بالموهبه، ثم هي هاي مو نهايه الدنيا. يعني انت ممكن ما تنقبل. انا ما انقبلت، انا قدمت على كليه الفنون الجميله قسم الموسيقى وما انقبلت، بس بعدين انا باجتهادي ومتابعتي وحبي للفن قدرت اصير اعزف حلو، واللي يسمعني وان شاء الله ستسمعوني يعني فد شيء حلو. فلا تيأس عمي، مو صحيح هاي حاله مرضيه حقيقيه ويحتاج لها تدخل سريع. تدري استاذ خالد، احنا من طبينا للمزرعه نفسي ترتاحات. اي طبعا اجواء وحياه هواء نقي وحياه طبيعيه، ماكو تكلف، ماكو ازدحامات وماكو ضوضاء. اي طبعا الريف جميل والبساتين حلوه، وان شاء الله دائما حلوه علينا وعليكم باذن الله. بيش راح يعلمنا عزف بالمسحه؟ يمه اصبر خلينا نشوف الرجال شو يقول. اصبر. شو يريد يقول؟ رجال فلاح ما له علاقه بهذا الموضوع نهائيا. شو يريد يقول؟ بس انتظر نسمع كلامه، اللي اقتنعنا بيقتنعنا، ما اقتنعنا نرجع يا يوم. يا يوم مشيت وراه كان وفلحت يا يوم. ايش بيه سرمد يدرديم؟ لا عمي سرمد، لا تكون انت يائس لهالدرجه، ولازم تضع الثقه مالتك بالمقابل. واذا فلاح واذا عامل واذا صاحب مقهى، هاي مهن يا ابني يا سرمد، هاي ما إلها علاقه بالهوايه وما إلها علاقه بالموهبه. ما يصير الكثير من المشاهير تلقى اصلا لو عامل لو فلاح
لو صاحب مصلحة وصاحب شغلة ما لها علاقة بالفن، وبعدين تشوفه إنسان مبدع ويصل إلى مراتب عالية وينال جوائز وينال كثير من الأوسمة والشهادات. لا 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 سرمد، لا لا، ترى أنت غلطان. على كل أنت هسه من دخلت البستان ودخلت وشفت الأشجار وشفت هاي الثمار الجميلة وزقزقة العصافير، هاي كلها موسيقى. احنا اشتغل انا بالمسحة، اتصور اشتغل بالمسحة واستلهم من هاي الطبيعة، استلهم انغام جميلة. واحنا ما شاء الله يعني عندنا ذوق وعندنا بعد فني وعندنا امكانية لانه نصور. حجي انت ما راح تقنعني وما راح تنقذني من اللي انا بيه، وانتي تريدين تذليني. فلاح يعلمني الموسيقى. يمه اهدأ، اصبر شوية بس، اصبر. ما اهدأ، انا راح اروح. وك يمه سرمد، وين رايح سرمد؟ يوم انا راح اسافر، راح اطلع ابحث عن اعمالي. يوم انا راح اروح لغير دولة ابحث عن احلامي، لان تشوفين هاي الاشجار، هذا البلد ما يعتني بالفن وما يعتني بالزراعة. هاي الاشجار الميتة تشوفينها، احلامي ضاعت مثلها وراح اموت وابس مثلها. راح اسافر، راح اروح يوم. وفي شباب مندفع وعنده طموح حقه. سرمد، اني احيي بيك هاي الروح، وفعلا انت بذرة لفنان كبير، وان شاء الله تحقق امنيتك بمجرد انه مثابرة وصبر. وهسه تتقبل من عندي هاي الهدية الرارنجة الحلوة. سرمد، احيي بيك هاي الروح وهذا التحدي، وتمشي وياي اسمعك موسيقى وتتغير من عندك هاي النظرة كلها. مسرمد، ويانا نضيفكم ونرحب بيكم، وان شاء الله تسمعون فد شيء جميل يليق بيكم. سرمد، هاي النخلة اللي ميتة ليش ماتت؟ لأنه ما لقت رعاية. موهبتك إذا ما تلقى رعاية وما تلقى دعم وصبر، طبعا من عندك الصبر والدعم والموهبة والهواية والدراسة والإصرار كله يعود إلك، نفس مصير هاي النخلة. فأني أقول لك اجتهد وتحدى، وانت ما شاء الله بعدك شاب تقدر تصنع المستحيل. امشوا وياي عيني، ما يصير، لازم نضيفكم ولازم نهلي بيكم ونسمعكم غاد فد شي حلو، وراح تشوفين شلون سرمد يتغير حاله ويتغير مزاجه وتتغير نفسيته نحو الأحسن، وتتفاجئين بعد. معقولة سرمد يتغير؟ نعم معقولة، نعم معقولة. وهسه إن شاء الله نروح وتسمعين وتشوفين، وأنا مطمئن لشغلة سرمد. شغلته بسيطة، مسألة إنه يريد يحقق أمنية لا أكثر ولا أقل، إن شاء الله. وهاي تتقبليها من عندي. يا هلا أبو مسرمد. صدق كذي، الحمد لله والشكر. يا الله يا الله. أم سرمد، هلا بيكم. تسمحوا لي أنا دقيقتين والبيت بيتكم، كل الهلا. خذ راحتك أخويا، خذ راحتك. خلينا نشوف شو يسوي. ماما انتظر، خلينا نشوف النتيجة منه، شو يقول ما يقول. باي. يعني أنت تبقى هجي متسرع. اليوم إذا ما طلعت النتيجة من أنا باكر بالجوازات.
الله كريم. بس خلينا ننتظر. هاي موهبة، هذا عالم آخر ما إله علاقة بالفلاحة ولا إله علاقة بالأرزاق الأخرى. هاي موهبة تبني شخصيتك وتبني ذوقك. هذا العود، هذا عالم آخر. سرمد استريح استريح استريح، إن شاء الله أسمعك في شيء يعجبك. الله، ما ارتاحت وليدي على هالموسيقى الحلوة. استاذ، ايه سلمى تقول؟ هذا سويته من الاخشاب اللي شفناها ومن الاشجار. احسنت، هذا عود عراقي من اخشاب عراقيه. اصلا حتى الاخشاب الميته بالبستان شكو خشبه من نوع الرارنج، من نوع المشمش. عندنا من شمال العراق مثلا هذا الجوز، البلوط. هاي المفاتيح يسموها مفاتيح، هاي يسووها من شجره المشمش الميته. زين يعني استاذ انت صنعته؟ لا ابني سرمد، هذا اكو اسطوات عندنا بالعراق يصنعون هذا العود. عندنا اكبر اسطى بالوطن العربي والعالم بصناعه العود هو محمد فاضل حسين. واصلا هذا العود هذا هسه اللي انت تشوفه هو من صناعته. وعندنا ايضا اسطوات علوان صالح عواد، وعندنا نجم عبود الله يرحمهم راحوا، بس بقوا التاريخ والتراث مخلدهم. فتلقاهم في كل مكان موسيقي اسمهم موجود، حفروا اسمهم في نفوس الطيبين وفي نفوس النبوغ الفني وفي الاساطير الموسيقيه. استاذ تسمح لي اقعد هنا أنا واسمع؟ استريح استريح سرمد استريح عمي، اليوم اسمعك شو تريد انا حاضر.
هاي الموسيقى يا أستاذ سرمد، الموسيقى عالم جميل، هواية حلوة وهواية راقية، بس مع الأسف الفنان والموسيقي يعني ماكو ذاك الاهتمام. يعني بعض الدول تقدر الموسيقي وتقدر الفنان وتنطيه استحقاقاته وتنطيه دفع معنوي ودفع من كل أنواع الدعم المادي والمعنوي. خالد، هذا اليوم اللي اسمعه اني يختلف عن اللي اسمعه بالتلفزيون في الشارع. صحيح صحيح صحيح. والله لو بات اقعد بالمطبخ اشتغل واسمع الاغاني استحي ارددها واستحي اسمعها. صحيح، اغاني يعني ما إلها اي معنى. مضبوط صحيح مع الاسف. بس هسه اللي سمعته لا والله يعني كل فن وذوق، ذوق رفيع جدا. صحيح صحيح. والحمد لله والشكر يعني اللي خليتنا نسمعك وولادي يسمعك، بس يا ريت يقتنع. هلا بيكم ام سرمداني ويا ما عوفه الا امشي بالسكه الصحيحه والتوفيق من الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ خالد، اي عيني سرمد، كان حلمي ادخل مجال الفن والابداع. اي عرفت هاني هاي المعلومه من عندك ومن حكيناها بالمزرعه. بس للاسف استاذ الموهوب والفنان بهذا البلد لا يقيم. احسنت صحيح صحيح. اصبح الموهوب والمبدع بهذا البلد حال حال اي روايه جميله وقعت بيد شخص لا يقرا ولا يكتب. عفارم عليك عفارم. احنا هم استاذ عفارم عليك. الواسطات والعلاقات اصبح كل شيء مسعر. اي والله صحيح. الوظيفه والعمل والله صحيح. كل من سعره قباله. مع الاسف والله. استاذ انا كنت محبط قبل ما التقي بيك، وكنت ناوي اسافر واهاجر الى دوله اخرى احمل كل احلامي وياي. ما نخليك تسافر سرمد، موجود طاقات طيبه والطيبين والمبدعين، ترى هم الاكثر، ترى هم اللي يشكلون النسبه الاكبر والاعظم بالبلد. هاي الافكار طلعها من بالك وانت شاب. اسولف لك فد قصه بسيطه. اعظم والعظمه لله اكبر عازف وموسيقي في تاريخ الكون كله يسموه بيتهوفن. هذا بيتهوفن الف 9 مقطوعات موسيقيه، 9. هذا الحكي بال1700 وال1800 ولحد الان تدرس المقطوعات مالت بيتهوفن. تدري ذن ال9 قطع موسيقيه 6 من عتن الفهن وهو ما يسمع، والموسيقي اذا ما يسمع مشكله طبعا. والاجمل انه القطعه التاسعه اجمل كل القطع الموسيقيه مالت بيتهوفن. شوف الاصرار، شوف التحدي. عندنا بالوطن العربي هسه ما اريد احكي بس عن العراق، اريد احكي عن العالم العربي. عندنا موسيقار كبير، واحد من افضل عازفي العود وانطوه جائزه افضل عازف عود بالعالم. مهرجان اقيم بتركيا 1962، فريد الأطرش. الفرنسيين يا سرمد انطوه وسام الخلود الفرنسي، وهذا الوسام منحوه القبله بس 2، بيتهوفن وباخ. بس مع الاسف احنا حرقنا الارشيف مالته، الارشيف المصور التلفزيوني حرقناه. الفرنسيين اللي هم كانوا اعداء لآل الأطرش، لأنه كان دارس تاريخ. سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية 1925 ضد الاحتلال الفرنسي، وكل آل الأطرش ومدينة السويداء فتكوا بهم الفرنسيين، بين أسير وبين صفوه. ولكن عندما جاء التقييم الفني قيموا فريد الأطرش ابن سوريا ابن السويداء بوسام الخلود الفرنسي. استاذ كلماتك هاي اللطيفة زرعت بي الثقة، وإن شاء الله راح أناضل وأثابر وأعمل بجد
لأنال مرادي، وإن كان مو بهذا المجال. احسنت حتى لو بغير مجال. أستاذ احسنت أستاذ، أنا مقتنع بكلامك وعزفك، وإن شاء الله راح تشوفني ناجح بالمستقبل القريب. احسنت هو هذا التحدي الصحيح سرمد. لا تيأس، لا يأس بعد اليوم. اريد من عندك تسمعني، راح اقدم لك فد معزوفة جميلة، يعني خليها لك فد شلون المصباح اللي ينير طريقك، وهي هاي الموسيقى وعالم الموسيقى وجمالية الموسيقى. راح اسمعك مقام، هذا المقام يسمونه مقام الكرد، فاريدك تسمعه وان شاء الله يعني يعجبك وينشرح صدرك. اكيد يعجبني. سمعنا والله سمعنا. هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا، هي الدنيا شبيها الدنيا. ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس، ليش تغيرت فيها الناس. فيها اللي يسأل عن اخوانه وكلمات الطيب على لسانه، فيها اللي يسأل عن اخوانه كلمات الطيب على لسانه، ويفرح ويساعد جيرانه ويخليهم فوق الراس فوق الراس. بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا، بيها الدمعة وبيها الفرحة، بيها بإحساس يداوينا. بس نتعمد احنا الجرحى، بس نتعمد احنا الجرحى، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه، والليل ما راد يطول لابد لازم يطلع صبحه.